كده بقى بعد ما خلصنا وهي حلوين. انا بحب اعمل شويه كده، اخليه تخين شويه ويتساب يبقى طري، يتاكل طري. طبعا وهو سخن طلعيه وتغطيه على طول عشان يفضل طري. وادي بقى العيش الجميل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، حاجه تحفه. اسمعوا معايا بقى القرمشه ده كمان وهو لسه سخن، كل لما يبرد بقى تلاقيه قرمش معاكي، حاجه تحفه. تاكليه بقى مع فطار مع عشاء خفيف، طبعا احلى من العيش الطري. حاجه سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت ولا حاجه. اعملي على قدك، لو هتعملي 2 كيلو مش هيغلبوكي ولا حاجه، وحاجه نظيفه انت تعمليها بايدك في البيت وضمناها معموله ازاي. وبس كده، اتمنى تجربوا الوصفه بتاعتي، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. طبعا النهاردة مفيش حد ما بيحبش العيش المرحرح الجميل بتاعنا ده، او زي ما بتسموه بقى العيش الناشف، العيش اللي بدقيق الذرة، على حسب ما بتسموه عندكم. اول حاجة كده انا بجهز الخميرة بتاعتي. طبعا احنا عارفين ان كل كيلو دقيق بياخد معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة صغيرة من السكر. انا بحط كده الخميرة بتاعتي، طبعا خميرة بيرة افضل بكتير من الخميرة الفورية، لكن لو مش متوفرة عندك فاستخدمي الخميرة البيرة. بحط كده الخميرة بتاعتي ومعاها السكر، وبنزل عليها بشوية دقيق من الدقيق اللي هنستخدمه، وبنقلبهم كويس بقى بشوية مية فترة. انا ولا عايزة المية تكون سخنة ولا المية تكون من الحنفية، يا دوبك فترة كده ان ايدك تستحملها. وخلي بالك المية لو سخنت شوية منك هتموت الخميرة ومش هتشتغل. لازم المية تكون فترة للخميرة. دوبيهم كويس بقى كده واركنيهم على جنب لغاية ما تلاقي الخميرة بتاعتك اتفعلت بقى كده مع السكر. وطبعا بقى بكون الدقيق بتاعي نخلاه، بركن بقى الخميرة ونيجي بقى لمرحلة الدقيق بتاعنا. مبدئيا كده العيش بتاعنا ده بياخد ضعف وضعفين. بمعنى ايه؟ انا عندي مقدار واحد من الدقيق الذرة، بنحط قصاده مقدارين من الدقيق بتاع المخبوزات اللي هو دقيق القمح، او لو بتسموه دقيق الزيرو، الدقيق الفاخر، ايا كان اسمه ايه. يبقى معانا مقدار قصاده مقدارين، ضعف وضعفين. هتحطي كيلو من الدقيق الذرة يبقى هتحطي قصاده 2 كيلو من الدقيق اللي هو دقيق المخبوزات العادي، دقيق القمح. وعلشان نبقى متفقين، العيش ده لازم يتعمل بالدقيق الذرة. يعني ممكن حد يقول لي ما ينفعش نستغنى عن الدقيق الذرة، لا، هو الاساس فيه الدقيق الذرة. وطبعا كل كيلو دقيق بياخد معلقة صغيرة من الملح. فانا كده نخلت الدقيق بتاعي كويس، الدقيق كله قلبته على بعضه ونزلت عليه بقى بالملح بتاعي. وعندي كده المية الفترة، مية العجين فترة. لو في الشتاء يعني بتدفيها شوية بزيادة، لكن في الجو الحر اللي احنا فيه ده المية يا دوب بتبقى فترة. حطي مية بقى لغاية ما المية تشربي كل الدقيق يختفي معاكي تماما. بس طبعا تحذري، لان العجينة دي بتاعتنا اوعي تعمليها لينة، احنا عايزين العجينة تكون ماسكة نفسها كده، يابسة شوية. عجينة تكون يعني اللي هتلاقيها طرية، بس في نفس الوقت ما بتلزقش خالص. لو لقيتيها لانت منك والمية زادت شوية زودي دقيق علشان تعرفي تبططيه كويس، لان العجينة دي بتبقى يعتبر زي الرقاق. زي ما انت شايفة الخميرة بتاعتي بقى نشطت وبقت زي الفل. بنزل بقى في الوقت ده كده بالخميرة بتاعتي. ولدتي بقى انا عايزة العجين تعجنيه مش اقل من تلت ساعة. عايزة تطلعي عيش مظبوط معاكي، اهم حاجة العجين الصح. عجنتي العجين بتاعك وخدمتيه كويس هتلاقي نتيجة العيش مضمونة 100%. لدتي بقى العجين بتاعك كويس. طبعا لو عندك العجان وهتعملي كمية صغيرة
برضو مش اقل من تلت ساعة في العجان، لغاية ما تلاقي العجينة بتاعتك كده نعمت وعجينة معاكي ما بتلزقش. والعجينة النظيفة دي لما بتلاقي بتعجني في طبق بتلاقي الطبق بتاعك نضف، هي العجينة تلاقيها بتنضف الطبق. زي ما انت شايفة كده انا بلت كويس في العجين. انا كده يعني بحاول ان انا اسرع الفيديو شوية عشانكم، بس انا عايزة اأكد على معلومة العجين يتعجن كويس. مجرد بقى ما بنبدأ نلاقي العجينة بتاعتنا خلاص كده اتلتت كويس ومش محتاجة مية تاني، ببدأ بقى اضيف لها اخر اضافة. والاضافة دي بتفرق جدا جدا في المعجنات. اي معجنات معاكي هتحط لها ايه بقى؟ معلقة كبيرة من الخل. طبعا الكمية بتاعتي دي كبيرة، فانا هنزل ب3 معالق من الخل، طبعا على حسب الكمية بتاعتك. يبقى السر لنجاح العجينة، وعجينة تبقى هشة معاكي كده وتلاقيها عجينة كده بتاخد وتدي كده معاكي وانتي بتبططي. معلقة الخل دي سر في اي معجنات، بيتزا بقى، اي معجنات عامة، حطي معلقة الخل دي زي ما انت شايفة كده اهي. معلقة الخل دي سحر في المعجنات. برضو بكمل لت في العجين لغاية ما نلم العجينة تماما ونركن بقى العجينة بتاعتنا تختمر، طبعا في مكان دافي. على حسب بقى الكمية بتاعتك، بياخد مثلا من ساعة لساعة ونص على حسب الكمية وعلى حسب برضو درجة حرارة الجو. زي ما انت شايفة كده بقى انا بلم في العجينة بتاعتي واركنها بقى لغاية ما تختمر. شايفة طبعا العجينة بتاعتنا نعمت ازاي. انا عايزة العجينة تبقى ملساء كده، عجينة نظيفة ما فيهاش كلام. زي ما انت شايفة بقى كده العجينة بتاعتنا خدت وقتها وخمرت. طبعا كان واضح الكمية بتاعتنا قد ايه ووصلت لحد فين. كده بقى يا حبايبي اهو، بعد ما العجين بتاعنا خمر حضري بقى الحاجة اللي هتقطعي عليها. قماشة بقى، فوطة عندك لو هتعملي على الرخامة ماشي. انا بجيب كده عندي الصواني وملايات مخصصة للعجين، ترشي بيها كده رشة مية الاول. نبدأ بقى نقرص العجين. هعمل معاكم كده وحدتين قربي كده، قربي زي ما انتوا شايفين كده اهو بكل سهولة. السرة بتاعت العجين دي انا عايزاها هي اللي من فوق زي ما انتوا شايفين كده. نعمل واحدة كمان معاكم، يا دوبك ببل ايدي بلة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. السرة دي عايزينها هي اللي من فوق. طبعا بنعمل بقى الكمية بتاعتنا كلها مرة واحدة ونغطيها وبنسيبها ترتاح كمان 10 دقايق او حاجة. لو احنا في الشتاء بتاخد وقت شوية في انها ترتاح. طبعا احنا في الحر فالعجين ما بياخدش وقت. اخلص الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم تاني. كده بقى بعد ما قرصناه كله وارتاح معانا التبطيط، بناخد الاول شوية دقيق على شوية ردة، دول بنفرد عليهم الظهر والوش بيتحط على وشه دقيق. احنا دلوقتي عاملين الظهر هو اللي من فوق. بناخد الرغيف بتاعنا نقلب يبقى الوش من فوق اهو معانا، نحط بقى الدقيق على الوش ويبقى الرده هي اللي من تحت. طبعا ده ما بتقعديش بقى تقلبي فيه وتقلبيه كذا مره، هي الوش معروف والظهر معروف. وتفرديه بيبقى اتخن من الرقاق حاجه بسيطه، يعني مش عايزينه في نفس سمك الرقاق. طبعا احنا بنفرد والفرن شغال زي ما هتشوفي كده. عندك العجله دي اشتغلي بيها، مش عندك وعندك النشابه العاديه برضو اشتغلي بيها زي الرقاق بالظبط. اهم حاجه اظبطي ايدك وانتي بتفرديه، ما تخليش حته تخينه وحته رقيقه علشان ما يتحرقش منك في الفرن.
زي المرحرح كده تعمليه، يعني ما يبقاش ولا تخين قوي ولا رقيق قوي زي ما انت شايفه كده. باين. طبعا انا حبيت ااكد تاني على المعلومة ان الرغيف بتاعنا وهو متقرص كان وشه هو اللي من تحت، نيجي نبططه نقلبه نخلي وشه من فوق. طبعا الظهر بيبقى تحته ردة، الوش بنحط عليه دقيق، يبقى ظهر الرغيف هو اللي تحته ردة، وش الرغيف بنبططه على دقيق. وزي ما انت شايفة كده حاولي التبطيط يعني تتكي على الحروف، ما تحاوليش تضغطي على نص الرغيف، لانه لو بقى رقيق من النص والحروف بتاعته تخينة هتلاقيه اول ما تدخليه الفرن يشيط منك. فحاولي يبقى الرغيف كله بمستوى واحد. طبعا لو عندك النشابة العادية اشتغلي بالنشابة. وزي ما انت شايفة طبعا يعني السمك بتاعه بيبقى اتخن من الرقاق حاجة بسيطة جدا زي ما انت شايفة. ولو حباه طري يبقى هنعمله محمل شوية كده بقى زي العيش العادي بتاعنا. طبعا بيتخبز في نار عالية، لو عايزة تخبزيه بقى في فرن البوتاجاز بتحطي الصاجة من تحت خالص تعلي النار على الآخر، وطبعا بتكوني مولعة الشواية معاها. برضو تحطي الرغيف بتاعك ما تقلبيهوش زي ما انت شايفة كده، احنا بنحط الرغيف ما بيتقلبش، يبقى الظهر معروف ووش الرغيف معروف. تلاقي الرغيف بتاعك كده يطلع بيلمع وزي الفل. حاجة نظيفة يعني وحاجة جميلة بجد. العيش ده طعمه حلو قوي يا بنات، لو هتاكليه مع حتة جبنة مع اي حاجة خفيف خفيف وصحي كمان عن الدقيق العادي اللي بنعمله بالدقيق بتاع المخبوزات العادي. وبس كده طلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اتمنى تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.